بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم ولقاء جديد وصباح جديد في شمس يوم جديد من صباح القاهرة، مطل عليكم من قناة القاهرة. أهلا بكم جميعا مشاهدينا الكرام. نتمنى أن يكون هذا اليوم مليء بالأمل، يمر بسلام. نثق دائما أن الأمور تمر في النهاية بسلام، لا لشيء إلا للثقة في أن الله عز وجل سبحانه وتعالى حفظ مصر، والدلالة في أكثر من موقع في القرآن الكريم. ستظل مصر آمنة رغم كل مكائد من يكيدون لها أو من يحقدون عليها أو من يدفعون بها نحو الهوية. مشاهدينا الكرام، السؤال الذي يطرح نفسه، ترى هل نعي الدرس؟ هل نتعلم من الدروس؟ ودائما يقولون أن من لا يتعلم من دروس التاريخ لا يستحق أن يعيش، ومن لا يتعلم من أمسه لا يستحق أن يعيش غده أو مستقبله. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم هذا اليوم 9 من مارس. تحية في البداية نقدمها لكل شهداء أولا القوات المسلحة المصرية، فهذا هو يوم الشهيد، وسمي بهذا اليوم منذ عام 1969 حينما كنت شابا صغيرا، وسمعت وقتها أن هناك هذا الذي استشهد على الجبهة الفريق أول عبد المنعم رياض. عايز أقول أنه تحية لكل شهداء القوات المسلحة، تحية أيضا لكل شهداء في مصر من الثورة وما بعدها ومن ثورة 25 من يناير. ونتمنى أن يتوقف هذا النزيف من الدماء الذي اليوم سننتظر بين لحظة وأخرى لننتقل إلى جانب من هذا النزيف للدماء، لمجزرة أو مذبحة أو ملعب المصري في بورسعيد ومحكمة جنايات بورسعيد. أيضا اليوم يتوافق مع عيد المعلم، ولكن ارتؤي أنه في ظل هذا الوضع الذي تعيشه البلاد إرجاء الاحتفال بعيد المعلم إلى وقت يحدد فيما بعد. ثم مشاهدينا الكرام، كنا بالأمس نحتفل بوقفة المرأة المصرية باليوم العالمي للمرأة، والمرأة المصرية شريك أساسي في هذا الوطن. ليست هي 49% فقط من تعداد السكان، لكن هي تعد أيضا 51% أو تشاركه كتفا بكتف وجنبا بجنب. تحية لهذه المرأة المصرية. مشاهدينا الكرام، بنبدأ اللقاء اليوم، واسمحوا لي أن أبدأ بالترحيب بضيفي الكريمين المتواجدين معي في استوديو صباح القاهرة. على الهواء معكم، ورغم الحرص على متابعة ما سيدور في قاعة المحكمة ليكون بين أيدينا غدا في جريدة الجمهورية، نرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ السيد الببلي، رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. أعلم جيدا أنك تريد أن تتابع الأمر عن كثب، ولحظة بلحظة سنتابعه من هنا، ثم تكمل جولتك في جريدتك إن شاء الله. تشرفنا. أيضا أسعد بأن يكون معي على الهواء الأستاذ دكتور سعيد مدين، مستشار التحكيم الدولي والمحامي بالنقد والمحكمة الدستورية العليا. أهلا بك دكتور سعيد، مشرفنا. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين، وأهلا بكل مصر، وصباح جديد على كل شعب مصر. إذن في هذا الجو من التفاؤل الذي قدمه لنا دكتور سعيد مدين، سأبدأ بجملة صحفية. وهناك كثير من الأخبار الصحفية، والمحكمة تستعد الآن لترى ماذا ستقول اليوم. هل ستؤجل المحاكمة
سيؤجل النطق بالحكم لعدم ورود رأي فضيلة المفتي في 21 أم لا؟ سأخذ الرد أولا توقع صحفيا ثم أدخل به إلى قاعة المحكمة الجنائية إن شاء الله. هو لا قيمة للتوقعات الآن. بعد 30 دقيقة تقريبا هتبدأ المحكمة، أو أقل من ذلك، أو أقل من ذلك هتبدأ المحكمة وسيصدر الحكم. لكن الآمال مركزة على إمكانية التأجيل لعدم ليه يا فندم؟ لعدم ورود رأي المفتي، وهو إن كان رأي معنوي في مثل هذه القضايا ولا يشكل عائق أمام إصدار الحكم، إلا أنه عايز استاذن بس على اللي هي الحاجه اللي دفعتني لازم اكون متدخل هجومي زي ما بيقولوا في المحاماه. حضرتك بتقول الامال، لماذا الامال تنعقد؟ هل كلمه الامال تعني ان هذا ينطوي عن احساس برغبه في لتهدئه الامور، ان الامل في شوف ما فيش شك البلد في مرحله ضبابيه غريبه لم تحدث من قبل. مرحلة خوف، ترقب، قلق، رعب، غياب كامل لمؤسسات الدولة، غياب للأمن، غياب للطمأنينة، غياب لمعنى الإحساس أن هناك من سينجدك إذا دخلت في أزمة. كل دي عوامل بتقول أن إصدار أي نوع من الأحكام في الوقت اللي البلد بتمر فيه بهذه المرحلة سيضيف عبئا جديدا على مستقبل هذا الوطن. فبنأمل أنه يحصل نوع من التأجيل حتى تهدأ الأمور قليلا، سياسيا، معنويا، نفسيا، أمنيا. احنا وصلنا لمرحلة فيها إضراب في الشرطة. دي مرحلة عمرها ما وصلت لها مصر. وصلنا لمرحلة الضباط بيقفلوا أسامي الشرطة. انت لو عايش في منطقة نائية دلوقتي وجالك أي مشكلة تتصل بمين ينجدك؟ احنا وصلنا في مرحلة أصبح فيها الناس لديهم الإحساس أنهم تحت رحمة البلطجية الخارجين عن القانون، تحت رحمة أي شيء فجائي ممكن يحصل في البلد. فلما تيجي في ظل هذه الظروف ويصدر حكم قد لا يرضى عنه طرف من الأطراف في ظل غياب أمني كامل كما نرى، ماذا تتوقع؟ تتوقع الأسوأ، ولذلك تأمل فأن يكون الأقل سوءا. الأقل سوءا هو التأجيل إلى أن تتضح الرؤية قليلا في المجتمع. ده مجرد أمل، ولكن هذا لا يعني أن نعقد كل مستقبل هذا الوطن على أمال وتمنيات وخيالات. في حكم محكمة بيصدر، لابد أن نكون دولة متقبلة لكل أحكام القضاء، لأن القضاء ليس له مصلحة في إدانة هذا أو ذاك. لابد أن نقبل بأحكام القضاء، لابد أن نقبل أن هناك مؤسسات للدولة علينا أن نركن إليها، وأن يلتزم كل واحد فينا عند حده، وأن يلتزم بالقانون وبالشرعية. إذا لم نؤمن بأن هناك قانون فما جدوى القضاء؟ ما جدوى عقد المحكمة؟ ما جدوى أن نلتزم بأن أذهب إلى المحكمة لرفع أي قضية إذا كان هناك طرف لن يقبل بها؟ إذا كانت هناك تهديدات ستمارس على القضاء لإصدار حكم بشكل معين، إذا كان قانون الشارع هو الذي سيطبق، فلماذا يكون هناك قضاء؟ ولماذا تكون هناك دستور؟ ولماذا يكون هناك قانون من أساسه؟ بشكر حضرتك على هذه الاستهلالة، وسأدخل مباشرة إلى أستاذ الدكتور سعيد مدين كأستاذ قانون، ونقول متى يخرج الناس عن تقبل شرعية حكم المحكمة مثلما يدور الآن، وكما يقولون أن وكما يهدد الألتراس مثلا. نتفق أو نختلف معه، هذه قضية جانبية لا نتحدث عليها لكن نقول أنهم قالوا شهدائنا مش هنسيب دمهم زي شهداء ثورة 25 يناير. من يوم ما ابتدت كل حاجة يقولوا يلا المحكمة، ونروح في المحكمة، حكمت المحكمة بالبراءة. كيف ترى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وتحية خاصة لكل شهداء مصر، قوات مسلحة، ثورة، ألتراس، كل من أصيب، وكل أم باكية، وكل من حملت لواء وارتدت السواد حزنا على ابنها، وحزني على من ظلم، وحزني على من ظلم أشد.
وإذا كنا احنا احتكمنا في الدولة اللي احنا بنعيش فيها بما تحمل من فخر، الدولة دي علمت العالم فنون الحضارة من أول القانون إلى أدنى شيء ممكن تتخيله. كانت مصر هي السباقة في هذا الأمر. فلعلنا لا يمكن بحال من الأحوال أن نعود إلى العهد المظلم مرة أخرى. مصر واحترام مصر للقضاء أمر راسخ، ولم يكن أبدا على مدار التاريخ أن هناك أحكام ارتضتها إناس أو إناس رفضتها، لثقة جموع المتقاضين المصريين وفي جموع العالم. المحكمة الدستورية عندنا بتمثل رقم عالمي. القواعد القانونية المرسخة لدينا بتمثل أيضا رقم عالمي من ناحية وجودنا القانوني في وسط الدول. لنا تشريعات، أنشأنا تشريعات كتير قوي في دول عربية، وأنشأنا وساعدنا على وضع العدالة اللي للحظة اللي احنا فيها دي لا يمكن بحال من الأحوال أن نتنازل عن هذا الثوب ونرتدي ثوبا غيره أبدا. محاكمة اليوم، المحاكمة الجنائية هي إيه؟ هي محكمة بتدي كل ذي حق حقه. المدان بياخد حقه والبريء أيضا بياخد حقه، لأن أشد ظلما على العدالة أن أنا كقاضي أدين واحد مظلوم، وأشد ظلم على العدالة أيضا أن أبرئ واحد ظالم وأسال دم. فكليهما بيضع القاضي ما بين نار وما بين دفتي، لا يستطيع أبدا أن يخلص لا فكريا ولا معنويا. وصدقوني القاضي عقبال دكتور سعيد، هنا برضه هعمل مداخلة واجبة بحكم دراستي أيضا للقانون. هناك مبدأ قانوني يقول أن من الأفضل للعدالة أن يهرب أو إفلات مجرم أو 1000 مجرم من العقاب خير من أن بالضبط أن يظلم بريء واحد. اتفضل يا فندم. وهل تختلف هذه المقولة مع إنه يعني يمكن البعض يقول طيب ما احنا كان عندنا تقريبا 1000 متهم في كل القضايا وخرجوا براءة تطبيقا لهذه المقولة. أنا كنت دائما بقول لا تلوموا على القانون ولا تلوموا على المحاكم، فدائما القضايا الثورية قضايا مبتورة الدليل لوجود شيوع ما بين الناس، لأنها مش حفنة ولا شخص، ولا هي قضية عادي ما بين عائلتين تنازعت وتنارحت وكانوا في تناحر بينهم طار أيا كان الأمر. ولكن القضايا الثورية لن نصيب حق إذا أقيم فيها القانون العادي، لأنها كان المفروض كانت بتبقى محاكم ثورة بتقام عشان توقف نزيف معين وتوقف سيطرة المستبد وتوقف وتحد الأمور. لكن احنا هنا ارتضينا للقاعدة القانونية للقانون العام، ارتضينا ان ما يكونش فيه استثناء، ارتضينا ان احنا نحتكم للقانون. الأدلة اللي بتقدم في الدعاوي أدلة متهاترة وأدلة تكاد تكون واهية، وقد لا تصل بالقاضي الجنائي الحر لتكوين عقيدة يقينية مرسخة اليقين على أن من ارتكب هذا الفعل هو ذاك الشخص. ولكن إذا ما حملنا وأجبرنا الهيئة الموقرة أو المحكمة إلى أنها تنحو إلى منحى آخر، ده أمر لا يجوز قضائيا. ليه؟ التدخل في أعمال السلطة القضائية بالدستور الجديد جريمة ولا تسقط بالتقادم ولا يستطيع. سأعود إلى هذا الأمر مرة أخرى، لكن تسمحوا لي أن أتواصل مع الزميلة العزيزة الإعلامية رشا محمدي مراسلة صباح القاهرة من أمام النادي الأهلي حيث تجمع ألتراس أهلاوي. صباح الخير يا رشا، وماذا لديك من صورة الآن؟ صباح الخير يا أستاذ حازم وصباح مشاهدين القاهرة. دلوقتي أنا عند النادي الأهلي الجزيرة، وعايز أقول لك إن إحنا هنا موجودين من الصباح الباكر، ووجدنا عدد يتخطى الآلاف من شباب ألتراس الأهلي، والشباب موجود في حالة من الترقب لإصدار الحكم. الإحساس يعني إحساسك في يعني تجاه عمليات التنظيم والتوجه، وأكيد وأنت تتحركي بينهم تعلمين أو ربما تسرب لك ما تقدمينه لنا من أخبار عن كيف ستكون سيناريوهات هذا اليوم. والله
حزم هم يعني الشباب موجودين بشكل كبير، وتنظيمهم عايز اقول لك في حاله تنظيم هائله، وهم رافضين اي تعليمات، اصدار اي تعليمات بالنسبه لتوجهاتهم حاله صدور الحكم، لكن ارى في وجوههم شيء من الامل، شيء من التوقع. بيتمنوا ان يكون الحكم في صالحهم. بعضهم قال احنا مش عايزين نعمل فوضى في البلد، لكن عايزين القصاص وعايزين الحكم العادل، عايزين البلد تكون كويسه، عايزين حق الشهداء اللي راحوا، احنا مش عايزين حاجه وحشه، بس عايزين القصاص العادل. يا رشا، يعني القصاص العادل من وجهة نظرهم اللي هو ايه؟ اللي هو حق الشهداء اللي ماتوا في حكم يكون عادل بالنسبه للي قاموا بالمجزره اللي حصلت في بورسعيد. شكرا للزميلة رشا محمدي. سنعود لك مرة أخرى لنتواصل معك، وخلي بالك على نفسك زي ما بيتقال. عايز أقول إنه شيء بالشيء يذكر، لابد أن نترحم على يقولون عنه رئيس وأقول عنه زعيم السادات أو رجل الحرب والسلام، الذي تحتفل به الفيسبوك، ويقال عنه أو مقولته الشهيرة مع صورته: لا يحتاج شعبنا إلى توعية أو تعبئة، لأن شعبنا هو أبو التاريخ ومحرك التاريخ وصانع التاريخ. رحمة الله على الرئيس السادات. إلى فاصل مشاهدينا الكرام، ونعود لنستكمل معكم الكلام. طيب دكتور إيهاب، الناس اللي توفت نتيجة ايه؟ نتيجة اختناق ولا نتيجة ايه ولا نتيجة تدافع ونتيجة ضرب مباشر ونتيجة كل حاجة تتخيلها، وهتلاقي فيه طلق ناري، كل حاجة موجودة. بعض الناس محاصرين مش قادرين نتحصل عليهم، ما لميناش قوام الفرقه كلها لغايه دلوقتي. مش كل اللعيبه موجودين عندك؟ لعيبه موجودين، لكن المدير الفني ما اعرفش موجود فين. لا، موجود في المقصوره تحت في عند يعني لكن اللعيبه موجودين، لكن طبعا حاله يعني يرثى ليها. يعني في حصلت اي اصابات؟ في حصلت اصابات عندك يا دكتور؟ في اصابات في اللعيبه لكنها مش مميته، يعني انما نادر يموت على ايديا ناس كده في ماتش كوره. حاجه الحقيقه انا يعني حاجه مؤسفه، يعني حاجه مؤسفه. قررت المحكمة حالة أوراق كل من السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته السيد الدنف، محمد رشاد محمد علي قوطة وشهرته قوطة الشيطان، السيد مصطفى وشهرته مناديله، السيد محمود خلف أبو زيد وشهرته السيد حسيبة، محمد عادل محمد شحاتة وشهرته محمد حمص، أحمد فتحي أحمد علي مزروع وشهرته المؤة، هشام البدر محمد محي الدين وشهرته هشام الفلسطيني، محمود أحمد البغدادي وشهرته المندو، فؤاد أحمد التابع محمد وشهرته فؤاد فوكس، محمد شعبان محمد حسنين، ناصر سمير أحمد عبد الموجود، حسن محمد حسن المجدي، محمد حسين محمود علي عطية، أحمد رضا أحمد محمد عبد الرحمن النجدي، طارق عبد الله عصران علي وشهرته طارق عصران، عبد العظيم غريب عبده وشهرته عظيمة، محسن محمد حسين الشريف
وشهرته محسن القص. وائل يوسف عبد القادر محمد، وشهرته وائل سيكا. محمد دسوقي، وشهرته الدسة. محمود علي عبد الرحمن صالح لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لأخذ الرأي الشرعي. وحددت جلسة 9/3/2013 للنطق بالحكم لجميع المتهمين، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين، واستمرار العمل بقرار حظر النشر الصادر بجلسة 12/12/2012، وتكليف النيابة العامة في شخص ممثلها الحاضر بالجلسة تحريك الدعوى الجنائية قبل كل من خالف قرار حظر النشر أيا كان موقعه. رفعت الجلسة. رجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام، وعايز اقول ان دي لقطات ارشيفيه لقرار الحاله اللي بتوجبه الماده 381 من قانون الاجراءات الجنائيه في حاله ان انتهت عقيده المحكمه الى ان هناك متهم او اكثر في اي دعوه منظوره امام هيئه المحكمه لتوقيع عقوبه الاعدام. لابد اولا ان ترسل الأوراق لفضيلة المفتي، لكن مدى إلزامية المحكمة والتزامها برأي فضيلة المفتي، هل هو ملزم أم غير ملزم، أو هل هو استشاري فقط، أما أن الإلزام في إرسال الأوراق فقط، هذه قضية أو قضايا كثيرة سنتحدث عنها. لكن معنا من المنوفية الأستاذ عبد العاطي. أهلا وسهلا بيك أستاذ عبد العاطي. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. هو البرنامج ده مش هو اللي شغال قدامي في التلفزيون دلوقتي في القناة الأولى؟ يا فندم أهلا وسهلا بيك، خليك معايا وفاصل ونرجع لك تاني. احنا قناة القاهرة، القناة الأولى. البرنامج اللي هو شغال دلوقتي الراجل الصحفي اللي قاعد بيتكلم ده. تأمرنا، ليك طلب، ليك سؤال؟ انا عايز اخش اقول على سؤال معاهم اللي هم بيتكلموا فيه ده. اتفضل. دلوقتي الناس الراجل اللي كان بيتكلم دلوقتي بيقول وهم بيسالوه المذيعين الاثنين، الجزء المذيعات الاثنين بيسالوه. لا طب انا عايز استاذنك يا استاذ عبد العاطي. ايوه. عايز اقول لحضرتك حاجه. شكرا لزملائنا في الكنترول، انا بشكرك على مداخلتك الكريمه معانا، واتمنى من زملائنا في الكنترول نخلي بالنا تليفوناتنا. احنا معانا 2 ضيوف، وقتنا يا رب يكفيهم الاثنين. هرجع تاني الاول قبل ما ادخل لهذا السؤال الهام. عايز اتوقف اولا دكتور سعيد مدين على الزاميه او مدى التزام هيئه المحكمه براي فضيله المفتي، وماذا يحدث لو لم يرد اليه الراي، وماذا يحدث ايضا لو وصل الراي وارتأى التصديق على الإعدام ورأت المحكمة غير ذلك في اللحظات الأخيرة، هل يجوز أو لا يجوز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أو لو اعترض فضيلة المفتي. اتفضل. المادة 381 و 382 وكلها خاصة بالإجراءات في حالات معينة لحالات النطق بالحكم. طالما أحال المفتي في الجلسة السابقة وحجز الجلسة اليوم للحكم، لا يمكن بحال من الأحوال أن يتم تأجيل القضية، ولكنها هي جلسة نطق بالحكم، فكلمة التأجيل غير واردة. حتى فتح باب المرافعة اللي كان قدم من النائب العام لم ترى المحكمة لزوما إليه، لأنه لم يكن محتويا على دليل. الدليل ده من شأنه أن يغير من وجدان المحكمة الموقرة، فرأت المحكمة الإعراض عنه وهترد عليه في أسباب حكمها، وأصبح اليوم جلسة إجراءات نطق بالحكم. أنا عندي جزء وحيلت أوراقه لفضيلة المفتي 21 وجزء آخر 51. إلى هذه اللحظة لا يمكن التنبؤ بأحكام من ولمن وعلى من. فضيلة المفتي هو اطمئنان لوجدان المحكمة، بمعنى أنا نصبتك قاضي أن تسلب روح إنسان. سلبان الروح دي
جريمة أو عقوبة الإعدام من أفظع وأشد العقوبات على ظهر إنهاء حياة أي شخص من الحياة للممات، وهذا هو أمر إلهي، أمر في يد الله سبحانه وتعالى. تمام. ومن أجل خطورة هذا الأمر استلزم المشرع أن يعرض الناحية الدينية لتقول كلمة ليطمئن وجدان القاضي، علشان قاضي يعرف ينام بعد كده، علشان يعرف ينام. إذن هي ما جاءت إلا للاطمئنان الوجودي داخل وجود القاضي فيما أصدر من حكم، خاصة بإيه؟ بسلب روح لا يملك أمرها إلا الله سبحانه وتعالى، ولخطورة هذا الأمر. ومن هنا إذا ما أتى رأي المفتي، إذا ما أتى في الميعاد المحدد فلا مانع، وإذا لم يأتي فلا مانع على المحكمة إن اطمأن وجدانها، فهي صاحبة الأمر وهي صاحبة الشورى وهي صاحبة المقام الأول والأخير في تقدير مدى يقينها بأن الواقعة ثابتة أو غير ثابتة من عدمه. هذه جزئية. ولكن إذا جاء رأي المفتي مقرا أن الإعدام جريمة، أو أن عقوبة الإعدام غير جائزة في مثل هذا المقام، أو جائزة لأشخاص آخرين غير من نطقت بهم الحكم، هو بيبين هذا الأمر في تقريره، وفي النهاية بيقول إيه؟ والرأي مفوض للهيئة الموقرة في اتخاذ ما تراه في شأن هذا الأمر، وأفوض أمري إلى الله. هذا هو ما كان من تقرير اطمئناني فقط لا غير، ولكن لا قوة تدليلية في الدليل عليه، ولا يعول عليه، ولا إن خالفت المحكمة ما جاء بالتقرير يعول عليه على أنه فساد في استدلال أو أن المحكمة أخطأت في شيء. كل هذه الأمور لا تندرج تحت يقين الأسباب التي تخضع لرقابة محكمة النقض فيما بعد. إن الحكم إلا لله. عايز وأكثر الناس لا يعلمون. أعود لكاتبنا الصحفي الأستاذ سيد البابلي رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وأبدأ من جريدتكم الغراء والمنشط الرئيسي اليوم: سبت المصير، من يحارب من. نحييكم على الصورتان. أولا رجل شرطة في صورة، والآخر أحد المتظاهرين في مواجهة رجال الشرطة ويمسك بحجر أو ما إلى ذلك في مواجهة رجال الشرطة. ومن يحارب من؟ الدولة أو الفوضى. عايز نعمل قراية في هذا الموضوع، خاصة أن هناك الأخبار تقول أن القوات المسلحة تتولى تأمين بورسعيد كاملة. أيضا قوات مسلحة باتت هي التي تتولى أمر حماية وزارة الداخلية اليوم تحسبا لتبعات الحكم اليوم. ده اللي احنا بنتكلم عليه. دي قضية مصر، قضية مصر، إما القانون والشرعية والهدوء، وإما الفوضى. فوضى بمعنى تصبح الكلمة للشارع، أن يصبح أي مجموعة غير مقتنعة بقرار الناس تنزل الشارع، تهدد، تشتبك مع الأمن، يحصل ضحايا، ندخل في مظاهرة جديدة من أجل الضحايا، يحصل ضحايا جدد، شهداء جدد، ونظل في هذه الدوامة من نزيف الدماء المستمر في لا قضية. مفيش قضية بمعنى إيه؟ بمعنى إنه أنا لغاية النهارده ماناش عارف مين اللي في الشارع، مين اللي فوق كوبري قصر النيل بيحدفوا المولوتوف، مين اللي بيهاجموا فندق سيراميس بيكسروا في الفندق، مين اللي بيحرقوا عربيات الشرطة اللي موجودة، ومين اللي بيعملوا عمليات القتل والفقر. الثوار لا يفعلون ذلك. أي سائر في هذه المرحلة عنده قضية، هو سائر فكري ذو رأي وذو فكر، وأصحاب الفكر والقضايا لا يلقون بالمولوتوف. أصحاب الفكر والقضايا لهم وسائل حضارية في التعبير عن قضيتهم، وشفنا ده في ثورة 25 يناير. تجمعت جموع الشعب مصر العظيمة من كل مكان، شباب طاهر بريد أتى وقف مكانه، هدف سقط النظام، لم يستخدم لا ولا مولوتوف ولا حجارة
ولا اشتبك حتى مع الأمن. هو وقف مكانه وقال كلمته وأسقط النظام بهذا الأسلوب الحضاري الرائع. أما اللي بيحصل النهارده من المواجهات، اللي بيحصل النهارده خلق حالة رهيبة من التوتر والقلق وانعدام الثقة ما بين الجهات أو الضباط والجنود وما بين اللي موجودين في الشارع. أصبح في نوع من الطار ما بين الاثنين. أصبح في هجوم دايما في كل أزمة، أول كل شيء على أجسام الشرطة، ترصد وترقب وتوسع ضد الضباط وضد الجنود، وهم اخواتنا وابنائنا وقرايبنا وجزء من نسيج هذا المجتمع. تعالج ده كله ازاي؟ دون الالتزام بالاطر اللي خولها الدستور والقانون في الالتزام بالشرعيه وبحق التظاهر السلمي وحق التعبير الحضاري. اما اللي بيحصل حاليا في البلد بهذا الشكل فوقف تماما حاله السياحه، اصحاب الصناعات الصغيره، المصانع التي تغلق، شركات المقاولات اللي ما بتشتغلش، حال البلد اللي شبه مجمد، الخسائر المتلاحقه في الاقتصاد المصري. كل ده عمليه تدمير. لو قلنا انها منظمه ما بنكونش بنبالغ، لكنها عمليه تدمير للثوره لكي يرتد الناس عن الثوره ويكفروا بها. ما يحدث مخيف، ما يحدث وكانه سيناريو معد لكي نكفر جميعا بالثوره، بينما الثوره في حقيقتها لا علاقه لها لكل ما يحدث، ولا بقول لا علاقه لها باللي واقفين في الشارع بيفرضوا فكرهم الخاص على الدوله على المجتمع، لان الثوره تبحث عن الحريه والعداله ورغيف العيش، تبحث عن الحياه الكريمه لكل مواطن. الثوره تبحث عن اعاده بناء مصر الحديثه التي فيها القانون وتكافؤ الفرص للجميع. الثوره تبحث عن العداله الاجتماعيه التي لا تميز بين ابن الوزير وابن الغفير. هذه مبادئ طاهره جميله نبحث جميعا عنها. اما الموجودين في الشارع وهذا الصدام فهو يخلق حاله من الفراغ الامني والفوضى المجتمعيه التي تهدد بسقوط الدوله. كيف ترى حضرتك من المسؤول عن رأب كل هذه التشققات إن صح التعبير، أو هذه الانشقاقات إن صح التعبير؟ ما هي المياه التي إن سارت في الأرض التي تريد أن ترتوي بعطش الاطمئنان وبعطش الثورة وبعطش الانطلاق إلى أمال جديدة، مثل الأرض التي نرويها في بلادنا في الشرقية حينما يغيب عنها المياه كثيرا، ثم تأتي المياه لتملأ الشقوق، ثم شيئا فشيء تنغلق أو تندمل هذه الشقوق. من في يده أمر وكلفة وقرار أن يجمع كل هذه الفصائل؟ وهل لا زال الوقت مفتوحا وممنوحا ومسموحا، أم أنه قضي الأمر الذي فيه تستفتين؟ طب اتفضل. أخشى أن أقول إن إحنا ضيعنا وقت كبير جدا. خلينا أولاد النهاردة مشوار طويل في عملية رأب بهذا السطح. مشوار النهاردة يقتضي التنازلات. ما معنى التنازلات؟ تنازلات كل الأطراف اللعبة السياسية اللي موجودين، تنازلات للإيمان. هل يتنازل، واسمح لي عفوا حضرتك دايما يقولوا إيه يعني، إن من يتنازل؟ هل يتنازل القوي أم يتنازل الضعيف؟ يعني هناك من صفعته أنا بيدي، تمام، من تكون له المبادرة، من يدلل على مبادرة أنني أستطيع أن شوف. خلينا نكون صراحة في الحديث ونتكلم بواقعية. واللي حصل في البلد، اللي حصل في البلد أن قامت ثورة قام بها شباب مصر، فصيل معين أو جماعة معينة، وصلت إلى الحكم، ووصلت بطريقة شرعية تامة من خلال صناديق الانتخاب، وأصبح هناك رئيس شرعي منتخب يجب أن تتضافر جميع الجهود لمساندته. اللي حصل إن هذا الفصيل اللي وصل للحكم جماعة الإخوان لم يكن لديهم الخبرة الكافية لعملية الممارسة السياسية لإدارة شؤون البلاد والحكم، فأعطوا انطباع بأنهم في سبيلهم للاستئثار بكل شيء، في سبيلهم للتكويش، وأنهم سيقودوا بذلك البلاد إلى عقود طويلة من الزمن. هذا الانطباع أوجد مخاوف كثيرة لدى بقية القوى السياسية الأخرى التي رفضت أن يحدث هذا السيناريو.
ومن هنا لم تهدأ الساحة منذ تولي الرئيس محمد مرسي إلى الحكم، لأن هذه الفصائل أو القوى الوطنية وجدت نفسها خارج دائرة القرار، خارج دائرة المشاركة. وذلك لما نتحدث عن التنازل هنا بتحدث عنه بأسلوب أنه لابد من توسيع قاعدة الذين يملكون زمام الأمور في مصر، قاعدة المشاركة السياسية. وده يأتي بأنك تيجي تتنازل النهاردة عن حكومة واحدة، أنك تعمل حكومة تضم كافة الأطراف القوى اللي موجودة، أن يكون الحكم للجميع، أن تكون هناك ضمانات كافية للانتخابات، أن يكون هناك اطمئنان إلى أن الدولة المصرية في سبيلها إلى تحقيق التوافق المجتمعي الكامل. تفضل دكتور سعيد ولك هو طبعا انا بشكر ننوه اولا ان نحن انتظار بين لحظه واخرى ان تدخل هيئه المحكمه الموقره ان شاء الله، هيئه محكمه جنايات هو انا ما بين دفتي رجل. هستاذنك دخلت المحكمه هيئه المحكمه. مشاهدينا الكرام سننتقل الى هيئه المحكمه لنتابع حكم محكمه جنايات بورسعيد في قضيه مجزره بورسعيد. الى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسة النطق بالأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحكم إلا لله. بعد الاطلاع على المواد 304 فقرة 1 و2، 309 فقرة 2، 313، 381 فقرة 2، 384 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 17 و30 فقرة 1 و32 فقرة 2 و40 ثالثا و41 فقرة 1 و43 45 فقرة 1 46 90 فقرة 1 و3 و5 102 ألف 102 جيم 230 231 232 234 فقرة 1 و2 235 316 321 مكرر ألف 361 فقرة 1 و2 و3 و375 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 1 فقرة 1 25 مقرر فقرة 1 26 فقرة 3 30 فقرة 1 من القانون رقم 394 سنة 54 بشأن الأسلحة والذخائر، والمعدل بالقانون رقم 165 لسنة 81 والمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والبنود أرقام 1 و5 و6 و7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، والمعدل بقرار السيد وزير الداخلية، والبندين رقمين 75 و77 من قرار السيد وزير الداخلية رقم 2225 سنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات، والمواد 95 و111 فقرة 1 و2 و116 مقرر من القانون رقم 12 لسنة 96 بشأن الطفل، والمعدل بالقانون رقم 126 سنة 2008. حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين من الأول وحتى الرابع والأربعون والثامن والأربعون والتاسع والخمسون ومن الثاني والستين وحتى الأخير، وغيابيا لباقي المتهمين. أولا وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته السيد الدنف، 2 محمد رشاد محمد علي قوطة وشهرته قوطة الشيطان، 3 محمد السيد مصطفى وشهرته مناديله، 4 السيد محمود خلف أبو زيد وشهرته السيد حسيبة، 5 محمد عادل محمد شحاتة وشهرته محمد حمص، 6 أحمد فتحي أحمد علي مزروع وشهرته المؤة، 7 هشام البدري محمد محي الدين وشهرته هشام الفلسطيني، 8 محمد محمود أحمد البغدادي وشهرته المندو، 9 فؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته فؤاد فوكس، 10 محمد شعبان محمد حسنين، 11 ناصر سمير أحمد عبد موجود، 12 حسن محمد حسن المجدي، 13 محمد حسين محمود علي عطية، 14 أحمد رضا محمد أحمد، 15 أحمد محمد عبد الرحمن النجدي، 16 طارق عبد الله عصران علي وشهرته طارق عصران، 17 عبد العظيم غريب عبده وشهرته عظيمة، 18 محسن محمد حسين الشريف وشهرته محسن القص،
19 وائل يوسف عبد القادر محمد وشهرته وائل سيكا. 20 محمد دسوقي وشهرته الدسة. 21 محمود علي عبد الرحمن صالح بالإعدام شنقا عما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية. من فضلكم. ثانيا بمعاقبة كل من محمد مجدي البدر محمد محي الدين وشهرته شوكولاتة، محمد الداوودي حجازي وشهرته الداوودي، أحمد الجرايحي كامل عبد الكريم عبد الله، يوسف شعبان محمد حسنين، محمد حسني عبد المنعم حسن الخياط بالسجن المؤبد عما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية. ومعاقبة كل من محمد محسن حسني محمد جبر وشهرته بطيخة، وأحمد سعيد علي عبد الحي منسي وشهرته المنسي، محمد عثمان محمد حسن، عصام الدين محمد عبد الحميد سمك، محمد سعد، توفيق ملكان طه صبيحة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية. ومعاقبة كل من إبراهيم منتصر إبراهيم العايق وشهرته مونتي، وعمر نصر الدين السيد، وعلي حسن عبد الرحمن إبراهيم لمدة 10 سنوات عما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية. وبمعاقبة أحمد محمد علي رجب بالحبس مع الشهور مدة 1 سنة عما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية. ثالثا معاقبة كل من إبراهيم العربي سليمان، محمد حسن عبد الحميد حسن، محمد السيد حسن أحمد حسن، عبد الرحمن محمد أبو زيد بالسجن لمدة 15 سنة عما نسب إليه. ومعاقبة كل من محمود محمد عويضة وشهرته محمد الحرامي، وطارق العربي سليمان، وكريم مصطفى علي حسن أبو طالب بالسجن لمدة 10 سنوات عما نسب إليه. ومعاقبة كل من أحمد عادل محمد أبو العلا وأحمد عوض عبد الله حسنين بالسجن لمدة 5 سنوات عما نسب إليه. رابعا ببراءة كل من خالد حسن أحمد صديق وشهرته خالد صديق، محمد السيد عارف أحمد وشهرته ميدو عارف، علي محمود الطحان وشهرته علي الطحان، أحمد مسعد أحمد الحمامسي وشهرته الحمامسي، محمود عبده أحمد عبد اللطيف وشهرته حتاتة، أحمد محمد حسين وشهرته الكحكي، حسن محمود حسن الفقي وشهرته حسن بيجو، أشرف أحمد عبد الله أحمد وشهرته أشرف الأسود. ثانية واحدة عذرة كامل. رامي مصطفى علي حسن الملكي وشهرته رامي الملكي، محمد شعبان علي خلف وشهرته طاطا، محمد السيد محمود عبد الباقي وشهرته الجعبري، إسلام مصطفى محمد إسماعيل وشهرته إسلام لومة، محمد هاني محمد صبحي أحمد فاخري وشهرته الأقو، محمد السيد حسب الله وشهرته شعراوي، محمد السعيد مبارك وشهرته موزو، أشرف طارق دياب سليم، محمد نصر مناس محفوظ وشهرته الأحول، أحمد عادل محمود عبد العال، عادل حسني متولي حاحة وشهرته عادل حاحة، عبد العزيز فهمي حسن سامي، ومحمود فتحي محمد عز الدين، كمال علي جاد الرب السيد، أبو بكر أحمد مختار هاشم، مصطفى صالح محمد الرزاز، هشام أحمد سليم، بهي الدين ناصر زغلول، محسن مصطفى محمد سيد شتا، محمد صالح محمد دسوقي وشهرته البرنس مما نسب إليه. خامسا بمصادرة الأسلحة البيضاء والأدوات المضبوطة والمستخدمة في الجريمة. سادسا بحالة الدعوة المدنية للمحكمة المدنية المختصة. الحمد لله، شكرا. رفعت الجلسة. القيادات الأمنية كده بقى من أسماء صح؟ عدنا مرة أخرى مشاهدينا الكرام إلى استوديو الهواء بعد انتهاء آية المحكمة ومن النطق بالحكم في القضية التي عرفت إعلاميا باسم مذبحة بورسعيد أو مجزرة بورسعيد. مشاهدينا الكرام، نعود بكم مرة أخرى إلى ضيفينا الكريمين، وأبدأ بدكتور سعيد مدين
دكتور سعيد، لا نقول تعقيب على الحكم، لكن ها هو الحكم يصدر، إذن الكلمات التي سبقت والمناورة هل تدخل في عالم المناورات التهدئة أن المفتي فضيلة المفتي كان يطلب كما تقول جريدة الصباح يطلب أسبوعا لإبداء الرأي في أحكام مذبحة بورسعيد وما إلى ذلك؟ أنا لسه قايل دلوقتي لحضرتك إن هو رأي استشاري، حتى لو ما وصلش للمحكمة ولا حتى المحكمة يعني ما تجيبش سيرة هذا الأمر خالص. ولكن الحكم عنوان الحقيقة. الحكم عنوان الحقيقة، حقيقة هذه الدعوة، وثبتت باليقين إدانة كام؟ 21 إعدام، 6 لمدة 6 سجن مؤبد، و6 لمدة 15 سنة سجن مشدد، و3 10 سنوات سجن مشدد برضه، وسنة، و6 آخر حكم سجن مشدد لمدة 15 سنة، و3 سجن مشدد لمدة 10 سنوات، و3 سجن مشدد لمدة 5 سنوات، وبراءة 23 فرد آخرين. يبقى مجموع الأحكام اللي تصدر عليهم أحكام 21 و6 أدي 27 و6 23 26 28 و6 33 36 39 واحد صدر عليه أحكام والباقي بالبراءة. عايز أستاذن حضرتك، بيسعدنا التواصل مع الناشط السياسي الأستاذ جورج إسحاق. أهلا بيك يا أستاذ جورج. ألو، سنعاود الاتصال به مرة أخرى. اتفضل أستاذ سعيد. هنا الأحكام اللي صدرت تلقائيا، ما هو الدور بعد النطق بالحكم، أو إيه هي الإجراءات المعهودة؟ الإجراءات المعهودة إن في ناس طلعت براءة، وفي ناس خدت إعدام، وفي ناس خدت سجن مؤبد وسجن مشدد. الطبيعة هنا اللي خدوا الإعدام بمجرد صدور حكم الإعدام ستقوم النيابة العامة بعمل مذكرة لكل متهم بالإعدام، ويعرض على محكمة النقد من تلقاء نفسها، حتى ولو لم يطعن المتهم عليه أو النيابة العامة، ولكن تعرض أوراق قضية الإعدام على المحكمة. هل تعرض هنا يعني عن 21 مرة واحدة ولا كل منهم منفصلا؟ لا، 21. أرحب بالأستاذ جورج إسحاق. أهلا بيك يا أستاذ جورج. ألو 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 أستاذ جورج. أستاذ جورج. أعود لأستاذ سعيد، وشكرا لزملائنا في الكنترول. يبقى هنا محكمة النقد بتتصل بالإعدام تلقائي، وهنا لضمان حسن تطبيق القانون، لأن محكمة النقد هي محكمة تراقب صحة تطبيق القانون. وإذا كانت طريق الطعن بالنقد لا يوقف التنفيذ لأنه طريق غير عادي، إلا أنه في جريمة الإعدام بيوقف التنفيذ وبيعمل هذين العملين. عمل إيه؟ عمل طريق الطعن العادي زي الاستئناف والمعارضات بتوقف التنفيذ. فعلا ده بيوقف التنفيذ في الإعدام إلى أن يبت الرأي فيه أمام محكمة النقد في محاكمة الحكم. محاكمة الحكم هنا إسباغ الشرعية القانونية على الأحكام، وهنا محكمة النقد بتضمن صحة تطبيق القانون وبتراقبه على الوقائع كما صار إثباتها في الحكم. يعني أنا بحاكم الحكم ذاته، هل الحكم ده أصاب صحيح القانون أم أخطأ في صحيح القانون؟ هل طبق على الواقع القانون الواجب التطبيق ولا اختلف في هذا الأمر؟ هل الأدلة التي استند عليها في إدانته أدلة شرعية وتؤدي إلى ما رتب عليه من نتائج ولا لا؟ هل هناك فساد في استدلاله على ثبوت التهمة في حق المتهمين ولا لا؟ هل الدليل الذي استند عليه دليلا شرعيا يعمل به ولا يمكن أن يقلل أو ينقص من قدره بسبب إجراء باطل أو إجراء غير باطل ولا لا؟ كل هذه الأمور محكمة النقد بتسعى جاهدة في هذا الأمر لتطبيق حسن سير القانون على الواقع. طيب بقية الأحكام برضو أيضا هم من حقهم،
ومن حق النيابة العامة كليهما أن يطعنا على الحكم. اللي صادر بالبراءة النيابة العامة تطعن عليه أحكامه بالبراءة إذا رأت أن هناك خطأ في الحكم الصادر بالبراءة، وأن هناك تسبيبا معيبا الصادر بالبراءة أيضا تطعن عليه النيابة العامة في هذا الشأن. وأيضا المتهمين الذين صدرت عليهم أحكام بالسجن المؤبد والسجن المشدد لهم الحق أيضا في أن يطعنوا على هذا الحكم، كل بما حمل حكمه من أسباب تؤدي إلى بطلان أو تؤدي إلى ثبوت الحكم. خاصة وأن محكمة النقض زي ما احنا عارفين محكمة النقض والإبرام يا إما تنقض الحكم وتعيد المحاكمة أو تبرم الحكم. وهناك أكثر من جولة في النقض ونعلم هذا وسنعود إليه منفصلا. سنقول وهذا ليس نهاية العالم، وهذا ليس نهاية العالم. دعني أنتقل في خاصة أن الوقت انتهى مني إلى كاتبنا الصحفي الأستاذ سيد البابلي رئيس تحرير جريدة الجمهورية، خاصة أن هناك ما بين التعقيب على ولا نقول تعقيب على هذا الحكم، لكن هذا الخبر الذي ورد في جريدة الجمهورية: انتصار مصري في معهد القلب، تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة ودون جراحة. وهناك يبدو أن هناك جديد تقدمه جريدة الجمهورية في هذا الأمر وفي غيره لمتحدي الإعاقة. هو طبعا مفيش أحلى ولا أحسن من احنا نتكلم عن الجوانب الإيجابية في مجتمعنا، عن شعبنا. الثروة الحقيقية اللي موجودة في مصر هي الإنسان المصري. تمام. الإنسان المصري بقدراته الإبداعية في كل المجالات. من هنا فإحنا في الجمهورية بنركز على كل ما يقوم به عناصر وفئات الشعب من إنجازات. بنفرح جدا لما يكون في إنجاز في أي مكان، في قرية، في مدينة، في محافظة، لأي عالم، لأي إنسان مصري بيقدم الجديد. لما يتقال إن في معهد القلب بتاعنا بالأطباء بتوعنا بيقدموا الجديد في القلب، لازم نبرزه في الصفحة الأولى. وخليني أقول لك على موضوع تاني إحنا بنعمله في الجمهورية من 3 أشهر، اللي هو اهتمامنا بالمعوقين. احنا عملنا صفحة اسمها التحدي، صوت 8 مليون معاق في مصر. هذه الفئة المظلومة ليه في الدستور كان دوركم غايب؟ احنا قدمناها عشان نتكلم مع المجتمع ومع جهود المجتمع المدني، مؤسسات الأهلية. عايزين نبرز صوت دول على الطبيعة، مشاكلهم. هو كان أسمى صوت كان يصل عشان الوقت بس. قدمنا الحقيقة تعاونت معانا كل المنظمات اللي بتشتغل بشكل إنساني دون دخول لقاعات البرلمان وللمزايدات والغيره. الناس دي بتشتغل في الشارع. الهيئات دي بتتكلم عن المعوقين سمعيا، بصريا، ذوي الإعاقة المختلفة. بنقدم من خلال الصفحة بحمد الله في العديد من المنظمات اللي شغالة هناك تمويل مادي لعلاج هؤلاء، لإجراء جراحات إعادة السمع، زراعة القوقعة الإلكترونية، للتأهيل اللي بيحصل. هناك في هذا البلد الطيب ناس كتيرة بتيجي تقدم تبرعات سخية وتعمل هذه العمليات. احنا بننشر كل من له مشكلة ونترك الباقي للمجتمع. خليني أشكرك، وعايز أقول مشاهدينا الكرام إلى هنا بنصل معا إلى ختام الجزء الخاص بضيفي الكريمين، الكاتب الصحفي الأستاذ سيد البابلي رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وأيضا دكتور سعيد مدين المحامي بالنقد والدستورية العليا ومستشار التحكيم الدولي. الجزء المخصص لكما شرفتونا فيه، وسنغادر وأنا معكم هذا الاستوديو لنا رؤية رياضية في الألتراس. حكايته ايه؟ استقباله للحكم ازاي؟ اللي جاي هيبقى شكله ايه؟ الكاتب الصحفي او الناقد الرياضي الاستاذ شوقي حامد ستحاوره على الهواء ايضا الزميله جيهان سليمان. مشاهدينا الكرام، قبل ما اقول خلص من الكلام عايز اقول لكم، وقبل ما اقول كمان سلام، هتفضل جوه الامنيه أمنية بتحمل سلام لمصر كلها، يعم فيها الخير ويفضل فيها السلام والأمان. وإحنا في السلام والأمان بفتكر النهاردة
تحية لكل شهداء مصر، قوات مسلحة، شرطة، ثورة، شعب، كل من هو شهيد على أرض مصر دون ما تسمية، حينما ترتدي الأم أو الزوجة أو البنت أو الأخت السواد، حزنا على من ظلم وحزنا على من ظلم. لا تحزني، إن الله معك ونحن أيضا معك ونشاركك في يوم الشهيد. مشاهدينا الكرام، الله على ما أقول شهيد. نتمنى أن تنتهي هذه الأحكام، وأن هذه ليست نهاية العالم. هناك سيكون هناك نقد، ثم يجوز النقد مرة أخرى، وهناك أكثر من أمر. ليست نهاية العالم، ليست اليوم. مخطئ من يظن هذا. أترككم في رعاية الله وأمن. المشاهدين الكرام، إذا كان في العمر بقية وإذا قدر لي أكون معاكم في حلقة جاية، أترككم في رعاية الله وأمنه، مع تحياتي حازم.